مسيكم بالخير. وقاعد اشوف الهاشتاج شويه، قاعد اطلطل اشوف طل بعض الرسائل اللي قاعد تجي. واحد يقول عبود المتصدر يقول الحمد لله ما وصلتني الفضاوه اني اتابع وليد الفراج على سناب شات، ما تحملت صوته في التلفزيون، بتحمله بجوالي. طبعا في التلفزيون شو اسمه شويش الفهد يقول اللي ضايفين وليد الفراج في سناب هم وش يحسون فيه؟ يحسون ان فاتك شيء فاتك نص عمرك. يا ساتر. يقول أكره وليد الفراج كره العمى، لكن ما قاله بالأخير أتفق معه اتفاق كامل. يا أخي يا جماعة، ترى الرياضة ما تستحق كره. كره هذا للمرضى. يا لطيف. هذه صورة لي وأنا عمري ما أدري الظاهر 4 شهور 5 شهور. الله يطول عمر الوالدة، كانت تصورنا صور كثيرة. في ناس كثير تعاتب البرنامج، برنامج أكشن دوري، عشان عادل التويجري وآراءه. عموما عادل التويجري آراءه تمثله. في بعض الناس عندهم وجهة نظر ثانية، يعني يقول لك انت ليش تسمح له يتكلم؟ والله انا اسمح للجميع يتكلم وناقش الجميع، بس اذا رايه ما يعجبك هذه قضيه ثانيه، ما اقدر اقمع الاراء يعني. واعتقد انه مرات كثيره تم تناقشنا مع عادل التويجري وكان في نقاش ساخن حول بعض القضايا، لكن من حقه ان يتحدث عن يعبر رايه بدون اساءه. هذه واحده من المناسبات الجميله، هذه حلقه تاكشن دوري في القصيم، هذه لما انجمع فيها جمهور الرائد والتعاون في حلقه واحده. تسلموا لي، شكرا على كل الكلام الطيب اللي قاعد اشوفه عندي في الخاص. ثانك يو ثانك يو ثانك يو، شكرا لكم، الله لا يخليني ولا يحرمنا منكم. شكرا لكم. بعض الاخوان يقولوا لي مكتبك وش في جوا مكتبك. خلينا نعرفكم اليوم على مكتبي ايش جواه، يعني ايش الاشياء اللي داخله. خلينا الحين نشوف هنا. هذا الريشه الذهبيه لافضل برنامج خليجي اللي اخذناه في مسقط قريب. هذه هي الدرع موجود عندي في المكتب. هذا هديه من نادي، في هذه جبتها من أمريكا حقت الإنتاج السينمائي. هذه هدية من صديق فلسطيني جاب لي صوت أو تركيا، من تركيا جايب. هذا لوريلو هاردي، هذول أشهر اثنين، أشهر ثنائي تمثيلي كان في أمريكا، طبعا في الأربعينات، كانوا أيام السينما ما قبل الناطقة يعني. هنا عندي في هذه الوسام، هذه النجمة الذهبية عن مجمل التاريخ، خدم الاتحاد الخليجي للصحافة الرياضية. هذه في هنا اللي هو وسام رواد الإعلام الرياضي العربي. هذا الوسام، هذا أخذته في البحرين. طبعا الصورة هذه كانت في منتدى مسك في جدة. هذا القميص أعطوني هدية نادي الخليج لما صعدوا للممتاز. في أيضا هاي صورة ثانية في ملتقى شوف مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية، هذا كان في الهيلتون قبل أشهر والقيت في في عندنا هنا الصور. هاي صورتي مع زين الدين زيدان، هذه كانت في نادي ريال مدريد قبل حوالي 5 سنوات 6 سنوات. هاي صورة ثانية أنا وكريستيانو رونالدو برضو في نادي ريال مدريد، كانت بدعوة من شركة الاتصالات. هنا عندك من أغلى الصور، هاي صورتي مع الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل بعد نهاية مشروع الدوري السعودي، بعد ما أنهيت مهمتي كمدير. طبعا كانت هاي من اجمل اللحظات، كان بعد مشوار اي ار تي اداره الدوري السعودي 5 سنوات، كانت لحظه تكريم جميله من الرئيس العام ونائبه، الله يمسيهم بالخير الاثنين. هذا الدرع من اغلى الدروع اللي عندي، يعني حاجه بحكي لكم قصه طويله. هذا قصه طويله. هذا الدرع قدموا لي الشباب اي ار تي في اول سنه للدوري السعودي. يمكن بتشوفون في نجوم كثير الان صاروا اسماء كبيره. هذه صورتي، وهي صورة ولدي بدر، عبد العزيز البكر، بدر رافع، عبد الرحمن الدحيم، عمار بحكيم، خالد الشنيد، فهد المساعد، عادل الزهراني، عبد العزيز الجميعة، رجال الله السلمي، الله يمسيهم بالخير جميعا. طبعا هاي صورة الأستاذ محي الدين كامل، كان مشرف عام القناة الرياضية. محمد العتيبي اللي الآن موجود في قناة الكاس. رامي حقيقة درع يعني سووه الشباب. شوف، شكرا لك، مع تحيات شباب اي ار تي سبورت، شيء كبير الحقيقة، الله يمسيهم بالخير. الله يسمع. هذا عمار وحكيم زمان، عبد الرحمن الدحيم، الشنيف، الله يذكرهم بالخير الشباب. هذا ولدي بدر كان حاطين لي اياها في الصورة. هذه السبورة واحد يقول لي هذه يشرح عليها بعض الأحيان الزملاء في العمل ايش نسوي وايش اللي عندنا. هذه لوح كمان هنا، هذه كرة قدم أمريكية جبت
ايضا هذا درع كنت حصلت عليه ايام اي ار تي، هذا لإدارة الإنتاج التنفيذي لما كنت منتج للدوري السعودي أيام ار تي. وهذه الريشة الفضية هذه من الاتحاد الخليجي أيضا للصحافة الرياضية بترشيحات من المملكة العربية السعودية. السعودية رشحت يو اف ام بعدين اكشن يد. نجي للمنطقة هذه، هذا درع طبعا أخذته من قوة جيزان لما رحت زرت الحدود الجنوبية من القوات البرية هناك. الجماعة مجموعة الرابعة بالدفاع الجوي الله يمسيهم بالخير، والحقيقة أشكرهم. هذا هدية كان منهم الدرع هذا، وهذه أيضا الهدية منهم. أيام حلوة كانت. في شهادة أخذتها قناة صاحي كأفضل واحدة من أهم 100 علامة تجارية في السعودية، هذه سنة 2013. أيضا هذه هدية كانت درع من الصديق فيصل الأحمري، مجسم جنوبي، الحقيقة من أجمل الأشياء اللي موجودة عندي، الحاجات الجميلة. نجي للقسم هذا، طبعا هذه كلها أشياء هدايا وأشياء مشغولات. وهذه من كرة من دوري عبد اللطيف جميل. وهذا درع من نادي التعاون من محمد. هذه عضوية شرفية من نادي الفتح، الرائد، جامعة الطائف، هدية لما كنت عندهم. هذا درع الأكاديمية، أكاديمية ديزرت فورس. هذه علبة بيبسي جابوا لي، كوكا كولا عفوا، جابوا لي. وهذه واحدة باسمي ثانية، باسم الحساب حقي في تويتر. هنا في أيضا من جامعة جازان لما سوينا حلقة جماهيرية في جامعة جيزان، كانت هذه هدية منهم. واحد من الأحبة فايز معجب العتيبي كان كاتب لي قصيدة جميلة جدا وحاطها على لوحة. وهذا مشاركتي في معرض هذا فنان راك هذا حسابه شوفوه. وجاب لي هذه اللوحة هدية لابني، هذه بعد التخرج كان قدموا لي اياها، خرج ابني من الثانوية اعطوني اياها عشان كانت لولدي بس سرقتها منه. في دروع كثيرة هنا موجودة يعني على. وهذا واحد كاتب الاسم مسويه برضه بالخط. هذا مكتبي، وطبعا الموقع حقه في جدة الدور السادس، طلع على جدة من فوق. في كذا واحد يسألون يقولوا ايش قصة الصورة هذه؟ ليش كريستيانو مسوي كذا؟ هذا لما كنا في الحفلة او في حفلة في داخل نادي ريال مدريد، جاء شخص وهو يعرفني على كريستيانو، قال له كريستيانو هذا ترى مذيع مشهور في السعودية زي فلان عندكم في اسبانيا. قال اجل انا بصير من الفانز حقنا وانا اللي بطلب التصوير. فتفاجأت يعني عشان فلذلك تلاقي الصورة تلاقيني مندهش، تفاجأت يعني ايش قصته. انا جاي اصور معاه فجأة راح جاء مسكني وهو اللي اخذ الصورة. شخصية لطيفة جدا كريستيانو. هذه الصورة في مركز التأهيل الشامل في المدينة المنورة. ما تتخيلون قديش كنت مبسوط وهم مبسوطين ان يتابعون البرامج. يا اخوان لا تدرون قديش كنت مبسوط انهم مبسوطين كثير بالصورة. الله يشفيهم يا رب ويرفع عنهم ويشفي كل مريض يا رب. رحمة الله على أحمد العياشي، هذا من الأبطال اللي كانوا في الخوبة لما زرت الحدود. رحمة الله عليه، والله كان. رحمة الله عليك يا أحمد العياشي، شهيد إن شاء الله يا رب يا رب. بطل، بطل من القوات الخاصة في الجيش السعودي رحمة الله عليه. هذول شباب من الشمال، شوف مسوين ايش؟ مسوين اسمي على الثلج. يمكن البعض يراها ترى شيء بسيط، أنا أشوفها كثيرة وكبيرة، يعطيك من وقتها. هذه صورة فيها الدمام سنة 1977 في صيف. في تلك الفترة بديت أول مشروع لي، سويت بسطة، كنت أبيع بارد في السوق وقت الصيف عشان أجمع فلوس. تحت العمارة هذه شوفوا، العمارة هذه تحت في هذا المكان عند العمارة هذه، شوف المكان هذا كنت أبيع هنا بيبسي ومشروبات غازية وقت إجازة الصيف. وجمعت لي والله مبلغ طيب، يعني دخل لي مبلغ طيب في نهاية السبعينات. طبعا الوالد كان عنده وجهة نظر، لا ليش تبيع في السوق وكذا. كنت احاول ادخل لي مبلغ يعني دخل طيب، ويعني صار تشجيع بعدين، وساعدني اخوي خالد في المشروع. ودخلنا الدمام كيف كانت سنة 77. هذا البحر هنا، شوف الحين وين ما في بحر. وهذا شارع الملك عبد العزيز. الصور الغالية كثير، هاي صورة مع القوات الخاصة، والله هي شيء كبير بالنسبة لي. شوف الناس كيف هي اللي تبي تصور معك، رغم اني انا اللي اتشرف اني اتصور معهم. شوف الصورة هذه من 25 سنة، هذه في الكويت أيام ما كان عندي شعر. وهذا معي واحد من قوات الجيش السعودي، هذا الله يندر.
كانت فكرة مجنونة يعني ذاك الوقت. يعني واحد في أوائل العشرينات رايح الكويت، يعني أشكر الوالدة الحقيقة اللي دعمتني، ولا الوالد كان رافض. طبعا يجيك واحد يقول لك ايش هاللبس يا عمي، في حرب، انت تتخيل ما في فانيلا داخليه اصلا، ملابسك الداخليه قلع كلها قاعد ترميها لان ما في مويه، ما في مويه وكهرباء. احنا قعدنا حوالي 20 30 يوم. ايه ايام الشعر يا باشا، ايام الشعر. تقولون اصلعها، كان في شعر، كان هناك شعر. ايام. طبعا الصورة هذه داخل فندق كويتا انترناشونال. طبعا الفندق كان يعني مدمر، ويعني كان اسمه فندق، مجرد غرفة تحط راسك فيها على ضوء يعني مولدة. هذه الصورة قصتها قصة. هذه كانت في عشاء متعشين احنا، ليلة مباراة النهائية بين الأهلي والشباب على كأس الملك اللي كانت في جدة قبل موسمين. كان ناصر الشمراني زار خالد البلطان في البيت وتع... الله يمسك بالخير يا أبو الوليد. شخصية جدا جميلة رغم من الخلافات ورغم من الانتقادات اللي تكون عند بعض الجماهير الرياضية، لكن ما في شك أن خالد البلطان يعني شخصية محترمة. في بعض الإخوان عندهم مشكلة، القطاع الرياضي تعاملي مع البرامج الرياضية هو في الفترة المسائية، لكن في النهار أنا عندي دوام، عندي شغل وعندي بزنس، عندي يعني يومي يبتدي كيف. الساعة 12 12 ونص الظهر ابتدي اروح للشركة، اجلس فيها لغاية الساعة 7 مساء، بعدين اروح الحلاق، يوم الحلاق ويوم ما فيه. بعدين اطلع للساعة 8 كذا اوصل البيت، اتغشى اللي هو غدا عشاء، بعد الساعة 9 اروح للاستديو اجهز الحلقة. طبعا يكون معاني الشباب بالتليفون طول اليوم يعطوني فكرة. بعد كذا اقدم البرنامج من 11 الى 12 ونص، بعد كذا نجتمع ربع ساعة بعد الحلقة عشان نحضر لبكرة، وبعدين اروح البيت الساعة 1 1 ونص انام. واحد من الإخوان يقول لي طيب إذا كان هذا يومك كله، إيش وضع عائلتك؟ وضع عائلتي، أنا عندي امرأة عظيمة. لما جيت أتزوج أكثر من واحدة رفضت أنها تتزوجني بسبب ظروفي المالية، كان راتبي قليل، دخلي قليل. والزوجة اللي تزوجتها بنت خالي هي اللي صبرت. وتغيرت الحياة بعد كذا، وصبرت معي سنوات طويلة، وصابرة علي على الدوام الغريب هذا والعمل اللي بالطريقة هذه. بس في الحقيقة بنينا عائلة جيدة الحمد لله. وهذا درس يمكن البنات كثير في السعودية. أنا أعتقد زوجتي أم بدر نموذج للمرأة اللي تستطيع أنها تكون عائلة، ما في شك. حاجة لما جيت أتزوج شرطت علي زوجتي أنها أن أسمح لها بالعمل والدراسة، ولا كملت دراسة ولا اشتغلت عشان تكون عائلة جميلة، رغم عندها ولدها ما شاء الله الحين يدرس في أمريكا. بناتها دين وأخلاق، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أعتقد أني أنا توفقت بامرأة صالحة، محافظة على بيتها، كونت عائلة، تطبخ كويس عشان كذا سمنان. ها، الحياة صعبة، ما هي سهلة، ما هي سهلة. لا، إذا تعتقد البنات يعتقدون الحياة سهلة، لا مو سهلة. يبغى لها واحدة تتحمل الدنيا فيها وفيها. وأعتقد أن زوجتي أم بدر، مشاعل الصقعبي، آه، زوجة رائعة، الله يعطيها الصحة والعافية. ضحت كثير وتعبت كثير معي. فبالتالي لا يستطيع أي زوج أو أي رجل أن يحقق أي نجاح في حياته. إذا كنت أعتبر نفسي نجحت، أكيد بدعم زوجتي، ما في شيء. يجيك ناس يسألون طيب أنت كم تدخل في الشهر؟ أنت إيش عليك؟ أنت ما سألت نفسك أنا قديش أضحي؟ لا أحضر مناسبات، ولا أقضي، ولا أروح استراحات، ولا أنت جالس مع شلتك في الاستراحة كل يوم متبطح وكل ويكند، إيش ينفعوك فيه؟ ما سألت نفسك؟ أنا ما كان عندي وقت لهذا الكلام طول حياتي، أبغى أبني حياتي. دور النجاح ما راح تلقاه عن طريق الشلة، سكت بلوت وجالسين الشباب وتكركرت شيشة وتبغى تنجح، اقعد تذمر وهشتق. لكن الشغل يبغى له التضحية ما تكون في يوم يومين ثلاثة، يبغى لها سنين عشان تبني حياتك وعشان تغير حياتك كلها ماليا واجتماعيا و فبالتالي الحياة الناجحة تحتاج رجال كفو وزوجة كفو وتوفيق من الله سبحانه وتعالى أول حاجة وقبل أي شيء. حاجتين لا تروح من بالك: رضا والدينك، وسو خير بالسر على قد ما تقدر، الله يوفقك على طول. المكتب انا وريتكم جزء من الدروع، في اشياء اكثر صراحه، في اشياء اكثر عندي في البيت، بس ام بدر مصدر قرار ممنوع التصوير داخل البيت. طبعا وجهه نظر ام بدر ان البيت هو حياتنا الشخصيه، ومفروض انها لا تتدخل في حياتك الاعلاميه، فاحترمت خيارها، وفي الاخير هي ملكه البيت، هي صاحبه البيت. شكرا لكم على كل الكلام الحلو اللي قاعد اسمعه في الخاص. الحمد لله الواحد ترك شيء عند الناس. بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم.
واحد مرسل لي في السناب يقول لي يا اخي ايش حياتك هذه كلها عمل؟ لا، روح اقعد في الاستراحه طول الاسبوع، طقطق على الجوال، اقعد تذمر. ويا اخي ما عطى شيء يستفزني في المجتمع التذمر. تقعد يا حبيبي، يا اخي ما عطونا بيوت، يا اخي ما في وظائف. طب انت ايش سويت؟ انت قاعد طق بلوت يا حبيبي. يجي واحد يقول يا اخي انا ما عندي واسطه. انت عمرك شفت في حياتك فاشل اعترف انه فاشل؟ دائما الفاشل يقول ما اعطوني فرصه، الاجانب ماكليننا، يا اخي ما يعطونا فرص، يا اخي هذا الفاشل. وبعدين الدنيا انسى يا حبيبي، ما في شيء يجيك بالساهل. تحلم انت يجيك سهل؟ اذا جيت قاعد تشتغل في ورث ابوك معليش، حياه صعبه والله صعبه. على طاري شله الاستراحه، جرب اليوم وانت قاعد في الاستراحه، امسك ربعك اللي في الاستراحه كل واحد قل له والله انا عندي ازمه ومحتاج 50,000 ريال. شوف ربعك اللي ما هو نافعك، على الاقل لو ما يبدي اهتمام ومحاولات، هذا لا تعدى خوي، ضيع وقتك اصلا معه، ضيع وقتك معه. شكرا لكم.